القيروان عاصمة الأغالبة ومركز الإشعاع الإسلامي العالمي، ابتناها مؤسسها عقبة بن نافع في منطقة سرسيبية لا ماء فيها، تحيط بها السباخ من كل جانب ليأمن عليها من هجوم البربر وغارات المراكب البيزنطية. لكن ندرة المياه خلقت في القيروانيين روح الإبداع والعزيمة، فاستحضروا أساليب متنوعة لاستخراج المياه الجوفية القريبة من السطح، وقد اعتمدوا في ذلك على نظام النواعر الذي ظهر في الشرق الأوسط منذ العصور الوسطى، وابتنوا بتسال الآبار التي أصبحت المصدر الرئيسي لتزويد المدينة بالماء. ولعل أشهر هذه الآبار بئر بروطة أو بئر أوطة، والذي حفره الولي هرثم ابن الأعين سنة 180 للهجرة الموافق ل 796 ميلادي. وقد تولى الباي محمد بن مراد تجديد المعلم تجديدا كاملا، وأضاف إليه سبيلا من الرخام. في قلب المدينة ووسط عدد من المباني التراثية تنتصب بروطة بجمالها التاريخي الأخاذ، وهي تحظى بإجلال الناس إجلالا خاصا، فهي حسب الأسطورة متصلة ببئر زمزم بمكة، فحين تقول أسطورة أخرى أن من شرب من ماء بروطة لابد أن يعود إلى مدينة القيروان، والناس هنا يتبركون به ولا يبيعونه، فبقي سبيلا مفتوحا للجميع منذ حفره إلى اليوم. تعلو هذه البئر قاعة يصعد إليها عبر مدرج، يتكون السقف فيها من قبة معقودة الأركان مستوحاة من القباب القيروانية، وتتميز بخلوها التام من الزينة، وهي تنهض على 4 قناطر تستند إلى الجدران، ولا شك في أنها معاصرة لتلك التي توجد في قاعة القبة في ضريح أبي زمعة البلوي، وقد بنيت بدورها في عهد محمد باي. هنا في صحن القاعة تقليد متوارث منذ مئات السنين، جمل معصوب العينين يدور حول البئر، يتم استجلابه وهو صغير، فمدخل بئر بروطة لا يسمح بمرور الأجسام الكبيرة، وحينما يهرم الجمل يتم نحره في ساحة بروطة ويوزع لحمه على المساكين والفقراء. وقد ربطت جرار حول عجلة كبيرة، وعندما يدور الجمل تغرف الجرار الماء وتصبه في بعضها البعض ليصب في الآخر في آنية كبيرة يشرب منها الزوار، وينساب عبر قناتي سبيل تحملان الماء إلى الخارج عبر حائط المعلم المواجه للشارع، حيث توجد كوتان تحتضنان مسقا تعلوه حنفيتان من الرخام، وتنتصب في هذا الحائط لوحة تذكارية من الرخام الأبيض كتب عليها قصيد شعري بخط نسخي مرصع بالرصاص يمجد بناء السبيل سنة 1100 للهجرة الموافق ل 1690 ميلادية. وتجد هذه الطريقة في التزود بالماء آخر تطبيقاتها في الوسط الحضري بالبلاد التونسية، لتصبح هذه البئر مركزا انتشرت حوله الحياة وشجعت على الإعمار البشري لمدينة القيروان. ومن هذه المدينة سرت جيوش المسلمين تعمر الأرض وتفتح أفقا كان يعد قبلها صعب المنال. لا أحد يعرف إلى الآن السر الكامن وراء حفر بئر أوطة، إلى أن القيروانيين لا زالوا إلى الآن يتبركون بمياه هذا البئر ويعتبرونها زمزم القيروان. انتصار الشلي لبرنامج أحلى صباح، العراقية الثانية من مدينة القيروان، تونس.